اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم، الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا نبدا. بيبدا فيلمنا بالطفل جاك، وجاك بيكون ذكي جدا بالرغم من سنه الصغير، وبيصحى من النوم في اوضه ما تتعداش الكام متر، وبيبص جاك لفتحه في السقف وبيشوف السماء، وبيقوم جاك وبيصحي امه وبيصبح على كل ركن في الاوضه. وقتها امه بتحضر له الفطار، وبيلاحظ جاك ان سنتها بتوجعها، وكمان بنلاحظ ان جاك شعره طويل جدا زياده عن اللزوم، وحاله الاوضه اللي عايشين فيها بتكون سيئه جدا. وبتعرفه امه وقتها انها هتحضر له كيكه عيد ميلاده، وطبعا بيفرح جاك جدا، وخصوصا لما بيعرف انه تم ال5 سنين. فبيقضي جاك اليوم مع امه وبيفضلوا يلعبوا ويهزروا وكمان بيتمرنوا مع بعض. بعدها بيبدا جاك يحضر كيكه عيد ميلاده وبيغسل الاطباق، واول ما امه بتقدم له الكيكه بيفرح جدا، ولكن بيسالها على الشموع، فبتعرفه انها ما عندهاش اي شموع. وطبعا بيتضايق جاك وبيقول لها ان دي كيكه مش حقيقيه، وبتحاول تقنعه انه ياكلها لكنه بيتعصب عليها جدا. وقتها بتبذل امه جهد كبير جدا علشان تقدر تتعامل معاه، وبتحاول انها تهديه. وقتها جاك بيطلب منها تجيب له شموع في عيد ميلاده اللي جاي، وفعلا بياكل جاك الكيكه، وبيقضي باقي اليوم بيلعب مع امه في الميه، وطول الوقت بتحكي له امه عن قصص خياليه، وده علشان تشغل وقته وتفكيره. واول ما بيجي وقت النوم بتحضر له امه مكان نومه علشان ينام فيه، واللي بيكون جوه الدولاب، وبتطلب منه ما يخرجش ابدا ولا يفتح الدولاب، وبتفضل تغني له لغايه ما بينام. بعدها جاك بيسمع صوت شخص اسمه نيك، ونيك بيدخل الاوضه وبيتعامل مع امه بعصبيه شديده، وبيستغرب نيك لما بيعرف ان جاك تم ال5 سنين، وبيقرر انه يجيب له هديه. وقتها بيبص جاك من فتحات الدولاب وبيشوف نيك من بعيد، وقتها بيخاف جاك وبيحاول ينام. وفي اليوم اللي بعده بيصحى جاك من النوم وبيبص للفتحه اللي في سقف الاوضه كالعاده، وبيبقى جاك مقتنع ان مفيش اشجار ولا ناس ولا اي حيوانات، وكل اللي بيظهر وبيشوفه في التلفزيون خيال مش اكتر. وبيعدي اليوم وبينام جاك في الدولاب، واول ما بيمشي نيك بتنقله امه جنبها على السرير. وتاني يوم بتتعب امه جدا، وبتقع سنتها اللي كانت تعباها وبتديها لجاك. في نفس اليوم بالليل بيشوف جاك فار من بعيد، وبياخد قطعه من الكيكه وبيحطها له، وده علشان يقرب منه ويتاكد اذا كان حقيقي ولا خيال. لكن امه بتشوفه وبيهرب الفار، وبيتضايق جاك جدا، وده لانه اول مره يشوف حاجه حقيقيه بتتحرك قدامه غيره هو وامه ونيك. وبتاكد له امه انها ما قتلتش الفار وانه هرب للشارع. وهنا بيستغرب جاك من كلمه شارع، ومش بيكون عارف يعني ايه معنى الكلمه دي، وبيبقى مقتنع ان الفار هيرجع تاني للتلفزيون، لانه بيكون فاكر ان الفار ده خيال ومش حقيقي. وهنا بيسالها جاك عن نيك، وبيسالها ليه عرفته بميعاد عيد ميلاده، فبتعرفه امه ان نيك يبقى صديقها، وبتتعصب عليه علشان كان صاحي وبيسمع كلامهم. وقتها بيطلب منها جاك انها تخليه يجيب له كلب زي اللي بيشوفه في التلفزيون، فطبعا بترفض امه وبتعرفه ان الاوضه صغيره جدا ومش هتستحمل وجود كلب معاهم. وبيتضايق جاك وبيفضل يعيط، وده بسبب رفض امه لكل طلب بيطلبه، وكمان عصبيتها على كل حاجه. بعدها بيقعد جاك يتفرج على التلفزيون مع امه، وبيقول لها لو ممكن يدخلوا في التلفزيون علشان يحلموا ويعيشوا الخيال. وقتها بتعرفه امه انهم ما ينفعش يخرجوا من الاوضه نهائيا. ولما بينام جاك بيروح لهم نيك، وبيكون معاه عربيه هديه. وتاني يوم بيفرح جاك جدا لما بيشوف العربيه وبيلعب بيها. وقتها بتصرخ امه بصوت عالي، وبتكون باصه لفتحه السقف، وبتطلب من جاك يصرخ معاها باعلى صوت، لكن للاسف محدش بيسمعهم نهائي. وبتضطر انها تكمل يومها بشكل طبيعي. وبالليل بتدخل جاك الدولاب علشان ينام، ولما بيوصل نيك بيبقى معاه اكل كتير جدا، وبيبقى جاك صاحي بيلعب بالعربيه. وقتها بيسالها نيك اذا كان جاك عجبته العربيه، فبتعرفه انها عجبته. فبيقول لها نيك انه كان متاكد انها هتعجبه، وده لانه ولد وكل الاولاد بتحب العربيات. وقتها بتساله ام جاك عن الفيتامينات اللي كانت طالبها منه لجاك، فبيقول لها نيك بطريقه مستفزه انها مش مهمه، وبيطلب منها تشكره انه بيجيب لها اكل ليها ولابنها. فبتتضايق ام جاك من كلامه، لكنها بتضطر تتعامل معاه بهدوء علشان ما يضربهاش. وبنلاحظ ان نيك شخص مش طبيعي وانه مريض نفسي. وقتها بيهددها نيك انه مش هيدفع فاتوره الكهرباء، وده علشان تتعلم الادب لما النور يقطع عليهم. وكمان بيعرفها انه اتفصل من الشغل، وانه مش هيقدر يجيب لها الاكل اللي بيجيبه لها كل يوم. فلما بتطلب منه يدور على شغل تاني بيتعصب عليها. ووقتها بيخاف جاك وبيعمل صوت في الدولاب، فبيسمعه نيك وبيقرب من الدولاب، وبينادي عليه وبيطلب منه يخرج، وده علشان يديله الحلويات اللي جايبها له. لكن امه بتنادي عليه وبتحذره ما يخرجش ابدا. وطبعا جاك بيبقى خايف ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وقتها بيعتدي نيك على ام جاك. وبالليل وبعد ما بيناموا بيخرج جاك من الدولاب علشان يدور على الحلويات، ولما بيشوف نيك نايم جنب امه بيقرب منه. وقتها بيفتح نيك عينيه، وقبل ما يقرب من جاك بتصحى ام جاك وبتصرخ بصوت عالي، وهي بتترجاه ما يقربش من ابنها. وبيهجم نيك عليها وبيكتم بقها وبيهددها بالقتل، وده لو حاولت
حاولت انها تعلي صوتها مرة تانية، فبيخاف جاك وبيجري يستخبى في الدولاب وبيفضل يعيط. واول ما بيمشي نيك بيخرج جاك من الدولاب وهو بيعيط وبيجري على امه وبيتاسف لها انه ما سمعش كلامها وخرج من الدولاب. فبتحاول امه انها تهديه. وتاني يوم بيشوف جاك علامات الضرب على وش امه وما بيبقاش فاهم سبب تصرف نيك العدواني ده مع امه. وبيصحي جاك امه من النوم وبيعرفها انه بردان جدا. وقتها بتعرف ان نيك فصل الكهرباء عنهم وبتحاول تفتح الباب، لكن الباب بيبقى مقفول بلوحة تحكم، وارقام اللوحة دي محدش يعرف الرقم السري بتاعها غير نيك. وقتها بتجري ام جاك على الدولاب وبتطلع كل الهدوم التقيلة علشان تلبسها لجاك علشان ما يتعبش. وبيعدي اكتر من يوم ونيك ما بيظهرش ولا بيجيب لهم اكل. وقتها بتقرر ام جاك تحكي لابنها الحقيقة ولكن بالتدريج، وبتسأله لو كان فاكر الفار اللي دخل الأوضة. فبيجاوبها جاك انه فاكره طبعا، وبترجع تسأله لو كان عارف مكانه. فبيسكت جاك وبيقول لها لا. وقتها بتعرفه انها تعرف مكانه كويس وبتقول له ان الفار خرج بره جدران الأوضة. وهنا بيستغرب جاك ان في اماكن تاني بره الأوضة، لانه بيكون فاكر ان الأوضة دي هي العالم وبس، وان مفيش اي حاجة تاني بره. وقتها بتعرفه امه ان في عالم تاني جميل جدا بره الأوضة ولازم انه يكتشفه بنفسه لانه ولد ذكي. ولما جاك مش بيقتنع بكلامها بتسأله نيك بيجيب لنا الاكل منين. وقتها بيبدأ جاك يفكر في كلامها المتناقض، وازاي الاول كانت بتقوله ان الأوضة دي هي العالم بتاعنا واي حاجة بيشوفها على التلفزيون خيال، وازاي دلوقتي بتقوله ان في عالم جميل بره الأوضة وكل اللي شافه في التلفزيون حقيقة ولازم يعيشها. فعلشان تقنعه امه بتشيله وبتوريله ورقة الشجرة اللي وقع على سقف الأوضة، لكن جاك بيرفض يصدقها وبيقول لها ان ورق الشجر بيبقى لونه اخضر. وبتحاول امه تفهمه انها دبلت وعلشان كده لونها اتغير، وبتترجاه يساعدها في الخروج من الأوضة. وهنا بتحكي له امه عن حقيقتها وبتعرفه ان اسمها جوي وكانت عايشة مع امها وابوها في بيتهم، وكان ليها أوضة جميلة وبتلعب وبتخرج وبتاكل ايس كريم وعايشة حياتها بشكل طبيعي. ووقتها كان عمرها 17 سنة، لغاية ما في يوم ظهر لها نيك وهي راجعة من المدرسة وكذب عليها وقال لها ان كلبه مريض جدا وطلب منها انها تساعده. ولما وافقت تساعده خطفها وحبسها في الأوضة دي، والأوضة دي بتكون في حديقة بيته، وفضل حابسها أكتر من 7 سنين. ومن وقتها وهي ما تعرفش حاجة عن العالم الخارجي ومش عارفة إنها تخرج بسبب الرمز السري اللي في جهاز تحكم الباب، وكمان كل جدران الأوضة فيها عازل للصوت. فبيتعصب جاك على أمه وبيرفض يصدقها وبيفضل يصرخ وأمه تعيط وبتترجاه يصدقها علشان يساعدها. وتاني يوم بيقوم جاك من النوم وكل ما يحاول يكلم أمه ما تردش عليه وتبعد عنه. وقتها بيحاول جاك يتعامل ويأكل نفسه وبيفكر في كل كلام أمه لغاية ما بيقرر إنه يصدقها. وتاني يوم بيقعد جاك يتفرج على التلفزيون وفجأة بيسأل أمه إذا كانت السلاحف حقيقية. فبتفرح أمه وبتجاوبه بإنها حقيقية وبتروح تقعد جنبه وبتبدأ تشرح له وبتقول له إن كل شيء بيشوفه حقيقي، حتى الأشخاص اللي بيظهروا في التلفزيون حقيقيين وإنهم موجودين بره في العالم اللي بره الأوضة. فبيعرفها جاك إنه هيضرب نيك أول ما يشوفه. وقتها بتحكي له أمه إنها مرة استخبت ورا الباب وحاولت تضرب نيك لكنه مسكها من ايدها وضربها. فبتطلب من جاك انه يساعدها في انهم يخدعوا نيك وده علشان يقدروا يخرجوا من الأوضة. فبيوافق جاك على طلبها وبيبدأوا ينفذوا خطتهم. وهنا بنشوف امه وهي بتسخن ميه سخنة وبتبدأ تعمل له كمادات ميه سخنة على وشه، وده علشان يبان انه تعبان وسخن جدا بسبب انقطاع الكهرباء عن الأوضة. فبيبقى جاك خايف وبيتألم من شدة حرارة الميه، لكن بيضطر يستحمل وهو بيعيط وبيصرخ. وبتتأسف له امه عن اللي بتعمله فيه وبتعرفه انه املها الوحيد، وبتديله السنة بتاعتها يشيلها في جيبه. وبتفضل كل يوم تسخن ميه وتعمل له كمادات، وده علشان لما يرجع نيك في اي وقت يصدق كذبتهم. وفعلا بيرجع نيك على الأوضة وبتعرفه بتعب جاك وبيغطي جاك وشه علشان ما يشوفش نيك. فبتترجاه ام جاك وقتها انه ياخدهم على المستشفى علشان تكشف على جاك، لكن نيك بيرفض وبيعرفها انه هيجيب لها العلاج تاني يوم. وبكده بتبقى خطة ام جاك باظت وبتبدأ تفكر في خطة جديدة طول الليل لغاية ما بتقرر تمثل ان جاك مات من شدة التعب. وبتفتح جاك في خطتها وبيبدأوا يتدربوا على التمثيلية الجديدة. فبتمرن جاك انه ينام في السجادة وبتلفه بطريقة معينة علشان ما يتخنقش. وبتعرفه انهم اول ما هيسمعوا صوت نيك هتلفه في السجادة
وتمثل انها بتعيط، واول ما يخرج بيه من الاوضه هيحطه بالسجاده في العربيه، وقتها يدحرج نفسه بالسجاده لغايه ما يخرج منها وينط بسرعه من العربيه ويهرب ويستنجد باول شخص يقابله، وبتحفظه اسمها بالكامل، ومن خلال سنتها هيعرفوا يجيبوا امها وابوها. وقتها بيفاجئها جاك بذكائه وبيعرفها انه مخبي سنتها في بقه من جوه، وفعلا تاني يوم بيروح لهم نك بالعلاج، وبتبدا ام جاك تمثل خطتها وبتمثل انها متعصبه وبتعيط وبتعرفه ان جاك مات، وبترفض انه يلمس السجاده وبتترجاه يدفنه في حديقه فيها اشجار، فبيطمنها نيك انه هينفذ طلبها وبياخد جاك بالسجاده وبيمشي، وبتنهار امه لانها مش عارفه هتشوفه تاني ولا لا. وفعلا بيخرج جاك للعالم الخارجي وهو مستغرب من كل اللي بيشوفه، واول ما بيقف نيك بالعربيه في اشاره مرور بيدحرج جاك نفسه من السجاده وبينط من العربيه. وقتها بيطلع نيك يجري وراه وبيحاول يمسكه، لكن بيفضل جاك يصرخ بصوت عالي لغايه ما بيخاف نيك وبيسيبه وبيهرب بالعربيه بسرعه. وقتها بيشوف جاك شخص غريب وبيطلب له الشرطه، فبيحكي جاك للشرطيه عن امه وبيوصف لهم مكان الاوضه اللي محبوسه فيها وبيديهم سنتها، وفعلا بتقدر الشرطه توصل لمكان الاوضه وبيخرجوها منها. واول ما بتخرج بتجري على جاك وبتحضنه، وبتركب عربيه الشرطه وهي مرعوبه من نيك، وبعدها بياخدوهم على المستشفى، وبتوصل جده نيك اللي ما بتبقاش مصدقه ان بنتها لسه عايشه. وتاني يوم بيصحى جاك من النوم بيلاقي نفسه في اوضه نظيفه، واول ما بيدخل عليه الدكتور بيخاف وبيجري على امه. وقتها بيعرفها الدكتور انهم محتاجين يتعرضوا على دكتور نفسي، وده بسبب الصعوبات اللي مروا بيها. واثناء ما هم بيتكلموا بتسمع ام جاك صوت امها وابوها وبتفرح جدا لما بتشوفهم. بعدها بيخرجوا من المستشفى وجاك مش بيبقى مصدق انه خرج للعالم الخارجي، وكل حاجه كان بيشوفها في التلفزيون بقت حقيقه قدامه وبيعيشها. وبنلاحظ ان جد جاك رافض وجوده، وده بسبب الطريقه اللي جاك جه بيها، وبتتعصب بنته عليه لانه في الاول وفي الاخر ابنها ومش هتتخلى عنه. وقتها بتتكلم الصحافه ووسائل الاعلام عنهم وبتبقى قضيه راي عام، وبعدها بتتعرض ام جاك لانتكاسه نفسيه وبتتصرف بعصبيه وخوف وبترفض انها تتعالج. اما جاك فبيحاول يتعايش مع كل اللي حواليه، وبمساعده جدته وجوزها الجديد بيقدر يعيش ويتعامل، وكمان بيقابل الدكتور النفسي. بعدها بيحصل مشكله بين ام جاك وامها، وده بسبب عصبيتها ورفضها للعلاج النفسي، فبيخاف جاك جدا وبيبقى مستغرب من تصرفات امه. بعدها بتيجي قناه تلفزيونيه وبتعمل لقاء مع ام جاك، وده علشان تحكي الطريقه اللي اتخطفت بيها والعذاب اللي شافته في الاوضه. وفي يوم بيقوم جاك من النوم بالليل مش بيلاقي امه جنبه، ولما بيدور عليها بيلاقيها واقعه في الحمام ومنتحره، فبيفضل يصرخ وبسرعه بتتصل جدته على الاسعاف وبينقلوها على المستشفى، وبتوافق اخيرا انها تخضع للعلاج النفسي. وبيعيش جاك مع جدته اللي بتهتم بيه وبتفرغ وقتها كله علشان ترعاه. واخيرا بيوافق جاك انه يقص شعره، وده علشان يبعته لامه كتذكار يساعدها على تجاوز محنتها. وبيتعرف جاك كمان على صاحب جديد وبيلعب معاه طول الوقت، وبيجيب له جوز جدته كلب هديه يلعب معاه. بعدها بتخرج امه من المستشفى بعد ما صحتها بتتحسن، وبتقرر انها تعيش حياتها من تاني، وبيبقوا مبسوطين جدا. وبتحاول امه تتعامل بشكل طبيعي، وبيطلب منها جاك انهم يزوروا الاوضه اللي كانوا عايشين فيها، فبتاخده امه وبتروح مع الشرطيه على بيت نيك وبيدخلوا الاوضه. وقتها بيلاقي جاك كل الحاجات اللي كانت موجوده في الاوضه اختفت، فبتعرفه ان الشرطه اخذت كل حاجه في الاوضه علشان الحاجات دي تعتبر ادله جنائيه على تعذيب وخطف نيك ليهم. وبيودع جاك كل ركن في الاوضه وبيمشي مع امه علشان يعيش طفولته كاي طفل. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.